تعالوا بقى لما اعرفكم الطريقه اللي نجحت معايا في العيش السوري، وهي الهين، والهين افضل. طبعا انتوا عارفين ان المره اللي فاتت لما كنت بجرب معاكم والطريقه ما نفعتش معايا قلت لكم لا دي ما نفعتش، لكن ان شاء الله هعمله هوريه لكم. فجيت عشان اوري لكم بقى الطريقه اللي انا عملتها والطريقه الصح. وطبعا هوريكم العيش السوري بيتعمل بيه ايه وايه، تعمل بيه سندوتشات ايه، ممكن تعملي بيه ايه. طبعا بعيدا عن السندوتشات كمان، انت العيش السوري ده تحفة تحفة، وبيبقى رقيق كده وبيتفرد في ثواني، ولا تعب ولا مجهود، ولا هو زي الرقاق ولا اي حاجة خالص، ومختلف. احلى حاجة فيه ان هو بيفضل معاكي طري، مهما تلفيه بيبقى كويس، يعني ما بينشفش معاكي. الرقاق لو طلعتيه شويه في الهواء بينشف. طبعا هنا كنت بوريكم الطاسه القمر دي طاسه الكريب، هي اللي تنفع معاكي كويس جدا في عمايل العيش السوري. ليه بقى؟ لانها مش سميكه، رقيقه، وهو بيحب النار تكون كويسه، مش نار هاديه ولا اي حاجه. وبالذات في الاول كده سخني الطاسه كويس جدا، وبعدين تحط العيش السوري عليها. طبعا الطريقه بتاعتي لازم تكون فيها دقيق كتير كده علشان هو بيلزق، لاني عجناه بميه يعتبر على وشك الغليان. يعني هي بطريقه مختلفه لكن روعه، وهقول لكم على الطريقه واحده واحده واحنا شغالين، واللي عايز يعرف ويشوفني وانا بعجنه هوريه لكم مفيش مشكله. هنا طبعا كنت بفرد العيش، بيتفرد بسهوله، تكوني حاطه دقيق كده كتير لانه بيلزق معاكي، ولازما يكون شفاف جدا. شايفين ورقة السيجارة مثلا بتبقى رفيعة ازاي، يعني مثلا خفيفة ازاي، احنا محتاجينه رقيق بنفس الطريقة. مهما كان انا مرقتهوش قوي، لكن انت تعرفي يعني كل ما ايدك هتكون فيه هتعرفي ترقيه اكتر. يعني انا عايزة اقولك ان انا في الاول كده كان مش رقيق قوي، لكن في الاخر بقيت بمطها بايدي كده بتتمط. تمام. هنا اول واحدة حطيناها على الطاسة. طبعا مهما كان اول واحده لما بتحطيها على الطاسه بتكون مش سخنه قوي، ده مش كويس. انتي سخني الطاسه بتاعتك كويس علشان يرفع معاكي بالطريقه دي. طبعا انا بوريكي ازاي تسويه كويس وازاي لا. يعني انا بوريتك الهين اللي هو الافضل، شفتي طبعا في اول الفيديو، لانه سخن الطاسه سخنه بترفع معاكي. طبعا دي مش طاسه، دي زهر. شايفين؟ بس بجد تحفه. اهم حاجة النار العالية، اول ما بيلاقي نار عالية كده بيرفع معاكي زي ما انت شايفة كده، وبيفضل طري وكويس. يعني انا هوريهولكم دلوقتي بيتلف ازاي. الرقاق لو سبتيه شوية بينشف، لكن ده لا، مستحيل ينشف، لانه معجون بطريقة مختلفة عن الرقاق والحاجات التانية دي. تمام كده. دي كانت بوريها لكم من قريب، شايفين بعد ما استوت. وهوريكم بقى في الاخر هنعمل بيه سندوتشات ايه، وايه السندوتشات اللي تنفع في العيش السوري. طبعا بيتفرد رقيق جدا جدا وسهل جدا فوق مما تتخيلي. اول حاجه هقول لكم طريقه العجن. هتجيبي 3 كوبايات من الدقيق، هتحط عليهم معلقه سكر، نص معلقه ملح، وبعد كده هتضيفي ميه، كوبايه ميه مغليه. متخيلين؟ يعني على وشك الغليان خالص. هي راح تغلي اهو، درجة حرارة عالية جدا، درجة الحرارة بتاعتها عالية جدا. هتقومي جاية ضايفة كوباية المية دي حسب الدقيق بتاعك بيستقبل ولا لا، وهتلمي العجينة بمعلقة الاول عشان هتبقى سخنة، وبعدين هتلميها تعجنيها بقى كويس جدا. هتلاقيها بتلزق شوية، مش مشكلة خالص. وبعدين بتقطعيها، المفروض الحجم الطبيعي 77 جرام، لكن انا بحب اللي هي 100 جرام هتكون افضل. 77 جرام كويس جدا، وممكن تفرديها كويس جدا كمان، لكن انا مخليها 100 جرام. وبعدين ترقيها بايدك، ممكن تمطيها كمان بتتمط، وهوريكم الكلام ده في اخر الفيديو. وانتوا عاملين ايه؟ وحشتوني جدا يا احلى متابعين في الدنيا واحلى اخوات. معلش اندمجت معاكم في الكلام ونسيت اطمن عليكم. وحشتوني جدا جدا جدا. بالنسبه لللايفات، والله ما عارفه افتح لايفات، يعني اعذروني اعذروني اعذروني. كانت فتره كنت بعرف افتح فيها لايفات، وانتوا كنتوا عارفين السبب، وكنت دايما اقول لكم انا بفتح لايفات علشان ما عنديش اطفال. شايفين بقى؟ والله العظيم تحفه تحفه. يعني افضل عيش سوري ممكن تعمليه. طبعا دي علشان النار معايا كانت اتعلت شويه، فبقت الدنيا تمام خالص. كل ما تعلي النار كل ما الدنيا تظبط معاكي، بتبقى تحفه كده. شايفين تحفه ازاي؟ بتفضل طري، يفضل طري معاكي فتره طويله. تمام. هنا هنحط التانية واحنا معاكم على طول اهو.
افرديها كويس بقى، لان الحته اللي مش بتلحقي تفرديها بتلزق في التانية، لان الطاسه سخنه. الطاسه دلوقتي سخنه. هنا انا كنت سايباها وبروح بقى اعمل التانية، علشان اول ما اخلص دي احط التانية على طول، فاهمين؟ وانت نفس الوضع هتعملي ايه، هتفردي وهتخلي بالك من دي كمان من اللي على النار. شايفين تحفة ازاي؟ كده وريتهولكم وهو بيتسوى اهو، عشان تبقوا عارفين الطريقة. وده بيتفرد بسهولة، بيتفرد بسهولة جدا جدا جدا. شايفين تحفة ازاي؟ ودي فردنا التانية. طبعا سرحت شوية علشان خلاص كفاية عليكم كده، انتوا شفتوا بيتفرد ازاي. اي بقى عندكم في ناس بيسموها النشابة سريع، المتوفر عندك افردي بيه، واللي بتعرف تفردي بيه افردي. اي ست بيت بتعرف تتصرف يعني. هنا كنت بوريكم بقى، شلت التانية وكمان حطيت دي، فبتخلصي في ثواني. طبعا انا كنت عامله يجي 10 حبات، مش كتير. وانت اعملي بقى حسب ايه، على قد استخدامك يعني. بس 3 كوبايات بيعملوا لك كميه كويسه يعني. شايفين تحفه بجد. خلصته، ودي كانت انجح طريقه عملت بيها العيش الكريب. طبعا اخر مره كنت بفرده بايديا، دي كانت صغيره جدا وكنت عاملاها على قد كده. تمام. المفروض كنت افردها اكتر، بس انا ايه كنت مستهزئه بيها كده وعايزه اخلص عشان اوريكم هعمل سندوتشات ايه بالعيش السوري ده. اولا العيش السوري ينفع فيه جميع انواع السندوتشات. ينفع تعملي فيه كبده، ينفع كفته، ينفع تعملي فيه شاورما، اللي انت عايزاه. انا هوريكم دلوقتي طريقه الكفته وطريقه الشاورما، وانت اعملي فيه اللي انت عايزاه. اول حاجه حطيت طحينه بتاعتك، وبعدين ننزل بالسلطه الخضراء حسب ما انت بتحبي ايه. طبعا جبت السمنه عشان اوريكم. هندهن الجريل كده ونحط بقى الساندوتش، نحط الساندوتش التاني اللي احنا عملناه. انا عملت 2 وادهنهم بعدها كده زبده ونكفر عنهم جريل. طبعا انا عامله 3 يعني بس التالت كان شاورما. تعالوا بقى اما اوريكم الشاورما التانية انا عاملاها ايه. اوكي، هنا اول حاجه هوريكم الصوص ده بيتعمل ازاي. هتجيبي معلقه من الكاتشب، معلقه الاول من اسمه ايه، اللهم صل على سيدنا محمد، الكاتشب، وبعدين المايونيز، وبعدين معلقه مستردة. واكتر حاجه المايونيز بقى يكون اكتر. الصوص ده بيحتاج المايونيز اكتر. الصوص ده بيبقى للسندوتشات الشاورما. وتحطي بعدين معلقتين اسمه ايه، مخلل، ميه مخلل وخيار مخلل، وبعدين تقلبيهم كده. ينفع معاكي كويس جدا. هضيف دلوقتي كمان شويه مايونيز وبس كده. وكده عملنا صوص، وطبعا الطحينه. وتعالوا ما اوريكم بقى هنعمل ايه. شايفين بقى تحفه ازاي وسهل ازاي. ودي الطحينه بتاعتنا. الحاجات دي اذواق، كل ما بتحب حاجه تحط تجربيها جربيها. شايفين العيش بتاعنا تحفه ازاي، وبيتلف معاكي سهل وسريع. ولو انت ما عندكيش الجريل ده، بتحطي الزبده دي على في طاسه على النار وبتنزلي بيها، وبيكون افضل كمان. تمام. وبكده نكون خلصنا فيديو بتاعنا، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.